هو ممكن حد يصدق إن من ذكر وز وإنتاية ممكن أقدر أخلي سطح بيتي مشروع إنتاجي لا يتوقف؟ الوز مش مجرد طائر عادي، الوز هو أذكى حارس على السطح، وكمان أقل الطيور تكلفة من حيث الأكل. مناعته ما شاء الله حديدية ضد الأمراض بكافة أنواع. في 4 دقايق بس أنا هديلك خلاصة الخبرة في تربية الوز، إزاي تبدأ بذكر وإنتاية بس وبإذن الله توصلها للقطيع، وايه السر اللي بيخليهم يبيضوا بغزارة، وازاي اتجنب الاخطاء القاتلة اللي بتقع فيها اغلب المبتدئين. لو شايف ان تربية الوز بتهمك يبقى تابع معايا للنهاية، والرجاء تدعموني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. ركز معايا لان المعلومة الاخيرة هتوفر عليك نص ميزانية الاكل. طائر الوز هو طائر بري مائي، ولكن هو بيعشق الحرية، ما يحبش حبسة ولا في قفص ولا في مكان ضيق. عشان تبدأ بذكر وانتاية زي ما انتوا شايفين كده، كل اللي عليكوا هتوفروا له مساحة كويسة وتكون تهويتها حلوة، واهم حاجة تدخلها الشمس. الوز طائر بيتحمل البرد والحر بشكل مذهل ما شاء الله، بس عدو اللدود هي الرطوبة العالية. لازم الأرض من تحته تكون ناشفة كويس جدا، لازم توفر لهم المية النظيفة يوميا. الوز المية بالنسبة له هي روحه، مش بقولك وفر لهم بركة مية في مكانك بس، يكفي انك توفر لهم من حين للآخر مثلا طشت مية، لأنه بيساعد جدا المية على التخصيب الجيد ليهم. نيجي بقى لأهم نقطة، اللي هي نقطة الأكل. بصوا، هو الوز بيطلق عليه لقب غريب شوية، بيسموه بقرة الطيور، عشان الطائر ده الوحيد اللي تقريبا بنسبة 70-80% أكله كله حشائش وخضروات. وعلى فكرة هو ده سر توفير الفلوس في تربية الوز. لو انت بتديلهم علف على طول فانت بالصلاة على النبي كده بتخسر. بصوا، الوز بيعشق البرسيم، الخس، اي ورقيات، والمهم تكون في الصباح مثلا. بعدين بقى تديله حتة وجبة شوية كده على بياض، يديله حبة بروتين، تديله حاجة بواقي اكل عندك، بس المهم ما تكونش حمضانة، دي اهم حاجة. اوعى تدي لهم ذره صفرا كتير او عيش مبلول، لان ده هيربي لهم دهون، ولو ربى دهون يبقى انسى بقى موضوع البيض ده خالص، لانها بتضغط على المبايض وبتمنع الانتاج. بص يا بطل، لازم تكون متوازن في الغذاء بتاعك. دلوقتي هنتكلم ازاي بقى احول الجوز ده ان شاء الله لقطيع. بصوا، الوز طائر موسمي احنا كلنا عارفينه، بيشتغل في الشتاء وطول الربيع تقريبا. النتاية الواحدة ممكن انها بيض من 10 ل 15 بيضة في البطن الواحد، وهي ما شاء الله بتعمل لها بطنين 3 واوقات 4، ده في حالة لو انت هتخلي المفرخ هو اللي يفرخ لك من البيض، مش هتخليها ترقد. لو هتخليها بقى ترقد يبقى هتعمل لك بطنين يا 3 بالكتير قوي، وفي الوقت ده اللي هي ترقد فيه هترقد لها 30 او 31 يوم. خلال بقى الفترة دي يا باشا، الذكر بتاعنا بيبقى هو بطل القصة، لأنه بيتحول حرفيا لحارس شرس جدا. بس أهم حاجة فيه برضه نصيحة برضه نسيت أقول لك، إنك اتأكد إنك قاصص ضوافره شوية حلو، عشان هو عشان بس ضمان إنه ما يجرحش النتاية لو طلع عليها يعني، اللي هو أثناء التلقيح. اتأكد كمان من توفير المية والأملاح والكالسيوم عشان البيض وقشر البيض. من ناحية الأمراض بقى، الوز ما شاء الله يمتلك مناعة محترمة جدا، أكتر من اللي في البط ومن الفراخ، يعني حاجة محترمة. تربية الوز من الآخر كده هي مش بس مشروع موسمي، لكن دي كمان بصراحة متعة وراحة نفسية. ده بالنسبة لي، وصوتهم في البيت بالنسبة لي أنا بيحسسني بالخير. بدأنا إن شاء الله بذكر وانتاية، ومع الصبر بإذن الله والرعاية الموسم اللي جاي إن شاء الله بإذن الله هتتابعوني هتلاقوا إن شاء الله مش أقل من 10 أو 20 وزة. فلو أنت استفدت من الفيديو ده ولو حتى معلومة واحدة بس، يا ريت ما تنساش دعمي بالاشتراك واللايك والشير، وتصلي على رسولك سيدنا النبي، ويا ريت تفعل الجرس عشان الفيديو الجاي هيكون إن شاء الله عن متابعة الفأس وتسمين الزغاليل بإذن الله. شارك معنا أهم حاجة في التعليقات، وقول لي بتفضل تربية الوز ولا البط، يعني بتفضل تربية الوز ولا البط وليه. شكرا لكم جزيلا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.